لو انت طالبة او لسه هتبتدي شغل، فالخمس اسرار دي هتغير حياتك. تقبلي النقد والرفض. لو انت بتخافي انك تقدمي على اي حاجة او اي شغل خوفا بس من انك تترفضي، فانا جاية اقولك ان الدنيا مش بتقف، وانت لو ما كنتيش خدتي خطوة هتفضلي في مكانك. اما لو قدمتي ففي احتمالية انه او لا، وفي الحالتين انت مش خسرانة حاجة، بالعكس هيبقى عندك خبرة في الرفض، وانه مش بالضروري كل الناس تحبنا، ومش لازم يكون علشان مشكلة فينا. عادي ممكن يكون ده مش المكان المناسب لينا، ربنا سايب لنا مكان في حتة احلى. اتقبلتي يا ستي، تقبلي النقد، تقبلي ان حد يعدل عليكي، عنده حق او مش عنده حق، لمجرد انه عايز ينظر عليكي، لمجرد انه غيران منك، لمجرد انه مستكتر اللي انت فيه. ما تاخديش الموضوع على نفسك او تقومي تهجمي برد فعل صعب، او انك تردي او انك تعملي حاجة. تقبلي ان مش كل الناس هتتمنى لك الخير، وجايز يكون الناس دي قصدها خير، انك تحسني من نفسك او تعدلي حاجة او هم عايزينها بشكل معين، فلازم تتقبلي ده لانه هيحصل، وعلشان خاطر ما يأثرش على نفسيتك. حصل وما اتقبلتيش، او اتقبلتي ولسبب ما مشيتي، هما مشوكي، ايا كان اللي حصل، زي ما بقولك الدنيا مش بتقف على حد، وكده كده مفيش حاجة دايما مهما عفرنا فيها، مهما كنا مميزين فيها. بكلمك من واقع خبرة واحدة اترفضت من كذا حاجة، مش بس في الشغل. ولكن هرجع واقولك كنت هندم لو ما كنتش جربت الشغل ده. كنت بشتغل في مكان بحبه جدا، ما حبيتش حاجة قد ما حبيت المكان ده، وفجأة قرروا يستغنوا عني عادي، ومن غير ما يقولوا اسباب ومن غير اي حاجه. وكنت حاسه ان هي نهايه الدنيا، وقعدت فتره مكتئبه. كل حياتي كانت قايمه على الشغل ده، ان انا شخصيا بحب شغلي وكنت متعلقه بيه، مش بس قصه فلوس. خدت فتره بسال فيها ليه، طب انا عملت ايه، كنت متضايقه جدا، وخدت وقت في الزعل، ومكانش ينفع ان انا افضل كده، محتاجه ان انا اكون بشتغل. وسبحان الله اتسهلت واشتغلت ونجحت جدا في شغلي الجديد. كان نفسي اعمل حاجات تاني منها الصفحة دي، بس برضه كنت خايفة ومأجلاها، وبرضه مش مستعدة للنقد تاني، سواء من كومنتات سخيفة او ان الناس تحفل عليا، او مخاوف جوايا. مش قادرة اوصفلك انا مبسوطة قد ايه، مهما كان في شيء متعب او حاجات غلسة انا مش حباها، ولكن مبسوطة ان عملت حاجة انا كنت عايزة اعملها وخايفة منها، وما كنتش متوقعة اصلا اني هنجح فيها، او اني هتحب فيها، او ان ربنا هيعوضني عن الشغلانة اللي انا كنت بحبها. بل العكس، مع الوقت اكتشفت ان في حاجات تاني انسب ليا واريح لظروفي بعدين. وقتها بقى كنت دخلت خلاص في تجهيزات فرح وفي جوازي وفي مسؤوليات تاني جديدة عليا، انا ما كنتش محطوطة فيها في الشغلانة الاولانية، واللي بالمناسبة حاليا حتى ما بقتش مناسبة بالنسبة لي ان انا اشتغلها تاني.